في شاب دخل مستشفى خاص علشان يعمل عمليه الزايده وخرج من غير كليته، وفي واحده راحت تعمل ولاده قيصريه صحيت لقت نفسها على جهاز تنفس صناعي وفي جرح معمول هنا في جنبها، وفي واحده بتقول انا عملت عمليه ليزك وبعدها مامتي بتقول انت عينك ما بقتش طبيعيه زي الاول، تقريبا كده الدكتور سرق القرنيه من عندي. طيب تعال نفكر مع بعض، هل فعلا منطقي ان احنا ممكن نسرق كليه من بطن المريض او نشيل القرنيه من عينه من غير ما يحس او من غير ما ياخد باله؟ انت عارف يعني ايه تشيل كليه؟ انت عارف يعني ايه تشيل قرنيه من العين؟ لو ما تعرفش فانا عايز اعرفك ان دي عمليه جراحيه كبيره جدا ومعقده جدا، محتاجه تحاليل واشعه ومتابعه بعد ما تشيلها وتخدير كامل وفريق جراحي محترف في مستشفى مجهزه بالكامل وعلى اعلى مستوى، يعني مستحيل تتعمل في السر ولا تتعمل في نص ساعه او من غير ما الدكتور يتحاسب لو حصل مضاعفات. المصيبه بقى ان الناس مصدقين الكلام العبيط ده وسايبين المشكله الاكبر، المشكله الحقيقيه. في الفيديو ده انا جاي اكلمك عن المغالطات اللي سماسرة تجاره الاعضاء بيستخدموها مع الناس الغلابه. اول مغالطه معانا ان الكليه معاك كليتين في جسمك، ايه المشكله لو رميت واحده واحتفظت بالواحده وهتحافظ عليها وهتمشي؟ انت تعرف ان ربنا رزقك بكليه شغاله ومعاك كليه ستبن مش شغاله اصلا وملهاش لازمه؟ فعلا في جسم الانسان الطبيعي في كليتين، الا في حالات نادره بيكون عندهم كليه واحده، بس للاسف ربنا مش خلق اتنين عندك علشان لما تتزني في فلوس تروح تبيع واحده. بص، الاتنين بيكملوا بعض والاتنين بيكونوا شغالين دايما من يوم ما تتولد، ولو واحده فيهم حصل فيها التهابات او تليف او اتسببت لك في ضغط عالي فانت كده رسمي دخلت في الفشل الكلوي، مش بعد 20 سنه، لا 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 لا، بعد شهور من العمليه. اقسم بالله الناس اللي بتبيع كليتها بيرجعوا بيقولوا الحقني يا دكتور، انا مش طبيعي، انا مرهق، انا مجهد، انا ضغطي مرتفع، وشي مورم. ليه؟ عارف ليه؟ علشان الجسم بقى متلخبط ومش عارف يشتغل، والمتابعه اللي المفروض تتعمل بعد العمليه او بعد عمليه نقل الاعضاء مش عارف موجوده. ليه؟ لان هم خدوا منك الحاجه ورموك، والدكتور اللي عمل العمليه المفروض يتابع معاك مش موجود في الصوره اصلا، واخرهم يبعتوا لك 1000 جنيه ولا كام 1000 جنيه من سويسرا كده، واللي هو موت بقى ما تقرفناش، خلاص خدنا منك المصلحه في 60 داهيه تاخدك بلا متابعه بلا قرف. اما بالنسبه للعين ففي مغالطه كبيره جدا، وهي ان الناس مقتنعه ان في حد يشيل العين وبيركبوا له عين تانية من شخص تاني، وده للاسف غلط. هو كل اللي بيتاخد من عينك المنطقه الشفافه اللي قدام دي اسمها القرنيه، والطبيعي والمشهور يعني انها بتتنقل من المتوفيين، يعني ده المفروض، بس بعد ما يتاكدوا ان كل حاجه ماشيه قانوني. وفي بعض البلاد المنظمه الموضوع بيمشي قانوني وبيتم بشفافيه عاليه وعلى اعلى مستوى، لكن لو حصل في بلادنا بقى بشكل عشوائي وغير منظم بيبقى بسبب سوء الرقابه الاجتماعيه مش سرقه في العمليات. ولا واحد تاني يقول لك بيشيلوا الاعضاء وانت نايم في عمليه الزايده، والله العظيم الموضوع بيبقى بالسهوله اللي انت فاكرها دي، ان هم يخشوا يشيلوا الزايده فيشيلوا معاها حته من الكبد ويزرعوها في واحد تاني. نقل عضو زي الكبد وزراعته في انسان تاني موضوع معقد جدا، بيحتاج تطور في فصيله الدم وتحاليل معقده جدا وتجهيز قبل وبعد الزرع، ومع دكاتره على اعلى مستوى في مستشفيات على اعلى مستوى. المستشفيات دي انت ما تعرفش تشتغل غفير قدامها، يعني العمليه مش مجرد تقطيع وبيع. لكن فين بقى الكارثه؟ في ان الناس اللي بيبيعوا الفص ده بيكون عن رضاهم، لان السماسرة بيستغلوا فقرهم وجهلهم وبيعملوا عينيهم بنص مليون جنيه واي كلمتين. تخيل اجي اقول لك يا باشا لو حلقنا شعرك وهنديك نص مليون جنيه، انت خسرت حاجه؟ ده انت بقيت كسبان. هما بقى بيوصلوا المريض او الحال او الشخص الفقير ان احنا لو شلنا منك كليه ولا حته من الكبد زيها بالظبط زي ما نشيل الشعر. وبص يا حبيبي، الراجل الغني معاه فلوس وانت ما معكش فلوس، فربنا بيرزقك انك انت تبقى بصحتك وزي الفل ومعاك كليه زياده. انما الراجل الغني عنده المرض، فعلشان ربنا يخلي الغني يدي فلوس للفقير يجيب المرض للغني وانت تبقى بصحتك، فانت تقوم تعمل ايه؟ تبيع له كليتك وتاخد مقابلها فلوس، منها انت خدت ثواب ومنها انت تبرعت بكليتك الغاليه، ومنها الغني طلع فلوس لله واداها لك. ربنا رحيم بينا. انت مش مركز معايا ولا ايه؟ سماسرة تجارة الاعضاء يا جماعة احلى سيلز انت ممكن تشوفه في حياتك، مفيش زيهم، احفاد شياطين حرفيا. المشكلة بقى ان المتبرع او الشخص الفقير واتبرع بكليته او غيره مقتنع ان هو خد الفلوس ومشي خلاص، لكن بيتفاجئوا ان جسمهم مش قادر وبيتدمر مع الوقت. انا معاك ان الكبد عنده قدرة تعويض بس للأسف مش لكل الناس، والموضوع محتاج متابعة مع دكاترة على أعلى مستوى، والمتابعة محتاجة أكتر من 10,000 كل كام شهر، مش كام 1000 جنيه اتبعتوا من سويسرا يا شوية نصابين. وفي ناس بعد ما اتبرعت رجعوا بمشاكل مزمنة وخطيرة جدا واحتاجوا إن هم ينقلوا دم طول عمرهم. وتلاقي الشاب الغلبان بيقولك أنا هبيع كليتي وأبدأ مشروع صغير كده. يعني هتبيع جسمك يا هبل عشان تفتح محل كشري؟ أنت مجنون. هتقطع من صحتك عشان تفتح لي محل بقالة؟ أنت مخك ده متركب إزاي؟ كده إحنا بقينا متفقين إن من الفيديوهات القديمة
القديمه اللي شرحت لك فيها القرنيه انها ممكن تقعد معاك من 7 ايام ل 14 يوم وممكن توصل معاك ل 30 يوم. وحاجه زي الكبد والكلى والبتاع لازم تتعمل في مستشفيات خاصه على اعلى مستوى، وان انا اشيلها من بطنك واحطها في بطن المريض تاني بطريقه سريعه جدا، ما ينفعش اتعدى من 6 ساعات ل 12 ساعه بالكتير قوي كده. احنا اتفقنا على الكلام ده كله. طب فين بقى السرقه ولا فين الغلط ولا فين بقى تجاره الاعضاء؟ فين بقى المصيبه اللي بتحصل؟ المصيبه انك انت بتوقع بكامل ارادتك على اوراق رسميه بانك انت متبرع، فتبقى انت اللي غلطان وتيجي تشتكي بعد سنه لما تظهر عليك الاعراض. ملناش دعوه، انت خدت فلوسك وخلصت خلاص، ملناش دعوه بيه. مع العلمك انت المفروض تتابع باقي حياتك مع اي طبيب مختص وعلى اعلى مستوى، علشان لما يظهر عليك اي اعراض ولا اي مشكله في التحاليل يسبق ويتدخل ويحاول ينقذك. انا بس عندي سؤال صغير، انت ازاي مؤمن بان ربنا حكيم وعنده الحكمه وانت مقتنع ومؤمن من جواك ان ربنا خلق لك حاجه في جسمك ملهاش 60 لازمه وممكن تستغنى عنها؟ وطبعا مفيش قضيه ولا في تعويض، لانك انت رايح عملت التبرع ده بكامل ارادتك ومضيت عليه في اكبر مستشفى موجوده في البلد للست الغلبانه التعبانه يا عيني اللي هي اصلا ما يشرفهاش انك تشتغل خدام للكلب بتاعها، وانت اللي هتدفع الثمن في الاخر. هل في مستشفيات بتسرق الاعضاء فعلا؟ بص، في مستشفيات ممكن تكون متواطئه، يعني اخرهم يلعبوا في الورق، يقولوا انك انت قريب للمريض فيعملوا العمليه تحت اطار تبرع عائلي، والدكتور ممكن يكون نصاف ان هو مش هيرضى يقعد معاك ولا يحكي لك ولا يفهمك مضاعفات العمليه دي وايه الحاجات اللي انت لازم تعملها بعد العمليه من متابعه وغيره. هتقولي بره بيتبرعوا بالاعضاء ببلاش ومن غير ما يحصل سرقه، احنا ليه بقى ما نعملش السيستم ده عندنا في بلدنا؟ بره في سيستم سهل جدا وبسيط جدا، انك انت بتروح تمضي على ورقه انك انت متبرع بكامل اعضائك لا قدر الله لو انت توفيت، وفي مقابل ده لو انت في حياتك حصل لك اي مشكله واحتاجت تزرع اي اعضاء بيتعمل لك ده مجانا على نفقه الدوله. ده مقابل ده. طب انت لو مضيت انك انت مش عاوز تتبرع باعضائك وربنا ابتلاك باي مرض كان ومحتاج تزرع عضو مهم، وقتها هتعملها على حسابك وانت اللي تتصرف في العضو وتجيبه بطريقتك انت. خلي بالك العمليه دي بتتعمل بارقام خياليه، لو جه اجلك خلاص لا قدر الله وانت كنت كاتب بتبرع بكامل اعضائك، انا عايز اقول لك انت ممكن تكون سبب في انقاذ 7 اشخاص بجسمك اللي مات خلاص. وبيتم تحليل كل عضو هل ينفع يتاخد، طب ومين اللي محتاجه وعلى اساس ايه محتاجه، هل هو غني ولا هو فقير، ولا ما ندخلش اصلا في المسائل دي، وهل في تعارض مناعي. وفي قائمه كبيره جدا انت لما بتحتاج تزرع انت بتدخل القائمه دي، والقائمه دي فيها الغني والفقير كل واحد. يعني انت لو اغنى واحد في البلد وبتشرب كحوليات انت بتتحط في اخر القائمه، لان في غيرك ما بيشربش وبيحافظ على جسمه وهو يستحق اكتر منك. وطبعا في لجنه اخلاقيات بتراجع كل الخطوات، لكن هنا لسه ناس بتسال هل ده حلال ولا ده حرام، في حين ان السوق السوداء سبقانا بسنين ضوئيه. المغالطه اللي انا متاكد ان كل الناس هتخش تكتبها لي، انا عملت العمليه وما حصليش حاجه، انا زرعت وما حصليش حاجه، انا تبرعت وما حصليش حاجه. ربنا يديمها عليك نعمه ويحفظك ويسترها معاك. بس عايز اقول لك حاجه، استنى شويه. المشكله مش بعد العمليه بيوم، المشكله لما بيمر شهور عليك وتبدا تحاليلك كلها يبقى فيها مشاكل وبتحس باعراض غريبه، لانك انت كنت محتاج تتابع مع طبيب متخصص محترف، بس انت ما تابعتش مع حد ولا طبيب ولا غيره وما اهتمتش باي حاجه، والنتيجه كل تحاليلك خرجت عن المعدلات الطبيعيه بتاعتها، والدكتور اللي عمل لك العمليه قفل عيادته وسافر. لو هي كانت مافيا او هيقول لك هم ادوني فلوس العمليه ومحدش دفع لي فلوس مقابل ان انا اتابع معاك. في الاخر الكلام ده كله انا مش بخوفك من مافيا بتخطف الناس من الشارع، انا بخوفك من قرار انت اللي بتاخده بايدك، بس للاسف هتندم عليه بعد فوات الاوان. السرقه عمرها ما كانت بمشرط ولا سماعه، السرقه ممكن تكون بفكره بيعتمد على جهلك وطمعك في الفلوس ويوصلك لمرحله انه يقنعك ان جسمك عباره عن سلعه، وان ربنا حاط لك فلوس في بطنك يوم ما تتزنق افتح بطنك وطلع الفلوس اللي جواها وبيعها، وبتوقيع ورقه بيضه انت بتسلم صحتك لناس ما عندهاش رحمه ولا دين ولا مله، كل همهم في الحياه هو الفلوس والسمسره اللي هيعملوها على قفاك. ناس والله مش فارق معاها غير الفلوس بس. حاسب على نفسك واحمي نفسك، الفلوس ممكن تيجي وتتنسي بس الصحه ما بتتعوضش. يا عم يوم ما الدنيا تضيق بيك يا عم انزل اشتغل في اي حته، ان شاء الله تشتغل سايس وترخم على الناس، يا عم انزل ان شاء الله تشحت في الشوارع، لكن اوعى تبيع صحتك بشويه فلوس، لانك لو بعت صحتك وخسرتها انت لا هتعرف تشتغل سايس وترخم على الناس ولا حتى هتقدر تصلب طولك وتعرف تنزل تشحت من الناس. انا دكتور ابراهيم عادل وربنا يحميكم ويحفظكم. توضيح بسيط بس، في الفيديو الجاي ان شاء الله انا هشرح فيه امتى تتبرع وتحافظ على نفسك وما يحصلكش اي مضاعفات ان شاء الله. بس لو انت لا قدر الله عاوز تاخد القرار قبل ما تسمع الفيديو ده، اهم حاجه بعد العمليه انك تتابع مع طبيب، لان جسمك والله العظيم محتاج كل حته موجوده جواك. انا دكتور ابراهيم عادل وربنا يحميكم ويحفظكم.